شايفين كلنا كمصريين ان في طفرة عمرانية غير مسبوقة بتحدث على ارض مصر. كلنا شايفين في المدن الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، المنصورة الجديدة، الفرافرة، هضبة الجلالة، مشروعات عملاقة بيتم تدشينها في كل مكان في مصر، العبور الجديدة، العوينات، المنيا الجديدة. شايفين مدن جديدة، يمكن هناك عدد كبير جدا من المدن. وفلسفة إنشاء المدن الجديدة دي، يعني احنا بعد احداث الربيع الخرابي العربي والدمار اللي شهدته الدول العربية وخاصة في ليبيا والعراق اللي كانت العمالة المصرية موجودة فيها، كان يمكن موجود في ليبيا لوحدها حوالي 5 مليون مواطن مصري بيعملون مع أسرهم، وفي العراق نفس العدد يعني، وفي دول الخليج. وبعد ما حدثت جائحة كورونا عادت عمالة كبيرة جدا من دول الخليج لمصر. المدن الجديدة لو احنا تخيلنا مثلا ان احنا هناك 20 مدينة جديدة تم تدشينها في كل ربوع مصر. اولا اللي احنا بعد ما كنا بنقطن على 6% من مساحة مصر، دلوقتي زادت الامتداد العمراني داخل الاراضي المصرية ل7.5%. بالاضافة الى ذلك احنا لو تخيلنا كده مع بعض ان هناك 20 مدينة جديدة، كل مدينة بيعمل فيها 500,000 عامل مصري، يعني حوالي 10 مليون مواطن بيعملوا حاليا، اللي هم عادوا من العراق، عادوا من ليبيا، عادوا من دول الخليج، بالإضافة للمصريين. يعني في 10 مليون مواطن، رقم تقريبي، بيعملوا حاليا في المشروعات القومية في المدن الجديدة دي في البناء، ما بين مهندس، ما بين عامل، ما بين مقاول، ما بين نجار، ما بين سباك، ما بين مبيض محارة. كل الحرف والمهن دي شغالين. لو احنا تخيلنا ال10 مليون مواطن دولك، كل مواطن من ال10 مليون دولك بيعول أسرة مكونة من 4 أفراد، يبقى احنا بنتكلم اللي احنا وفرنا مصدر دخل ل40 مليون مواطن مصري. يعني الفلسفة مش احنا، يعني احنا بنبني بهدف، يعني بالإضافة بقى لحاجات كتيرة. الحاجات التانية اللي انت فيه تنمية، في مشروعات، يعني مشروعات قومية بيتباهى مثلا، او كنا الواحد بيبقى زي في دبي، كنا عندنا مدن تضاهي باهي بيها العالم كله زي العاصمة الإدارية، فيها مدن التحكم عن بعد، كل الوسائل الترفيه والراحة موجودة فيها. يعني احنا بنبني من أجل تعمير مصر، واحنا شايفين كلنا دلوقتي ان المدن الجديدة أصبحت خلية نحل بتخلق فرص عمل جديدة، بتخلق شرايين حياة، بتوفر، بتأمن مستقبل المصريين. لان احنا العمالة اللي شغالة دلوقتي في عملية البناء اللي موجودة في كل شبه في مصر، احنا شايفين فيه بناء وفيه تنمية. وفرنا فرص عمل للشباب المصري، للعمال المصريين، للمهندسين المصريين، وفرنا فرص عمل، وبالتالي أمنا الحياة حياة اجتماعية، وأمنا المصريين، بالإضافة للمشروعات اللي بيتم تدشينها بقى لتحسين جودة حياة المصريين، زي حياة كريمة، إقامة مناطق جديدة حضارية، نقل السكان ولادنا اللي موجودين في العشوائيات لأماكن حضارية جديدة في الأسمرات 1 و2 وغيط العنب وغيرها من المشروعات القومية اللي بيتم تدشينها لنقل سكان المناطق العشوائية أو المناطق الخطرة إليها.